السلام عليكم. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب كده دايما في خير وسعادة. قبل ما ابدأ معاكم احب اشكر كل حبايبي الجداد اللي شرفوني في القناة. اما بقى بالنسبة لاطباق الكيك الجميلة اللي قدام حضراتكم دي هنعملوها من غير فرن نهائي بطريقة سهلة وطريقة بسيطة. ما بتاخدش معاكي اكتر من ربع ساعة وبتكوني عاملة الجمال ده. شايفين بسم الله ما شاء الله الكيك هش كده وجميل وفي منتهى الجمال. سهل وبسيط ان شاء الله تجربوه وينور رضاكم. يلا كده نصلوا على الحبيب ونبتدوا. هابدأ بقى بالمواد الجافة، معايا 3 كوبايات من الدقيق، 2.5 من الدقيق، ونُص كوباية من الكاكاو، طبعًا الدقيق منخول والكاكاو منخول. هابدأ أنزل بقى بباكو من البودر، هانزل كمان بالفانيليا، وبعد الفانيليا هانزل بمعلقة كده من بودر البرتقان بيدّي ريحة وطعم جميل جدًا، كمان هانزل برشة صغيرة كده من الكربوناتو ورشة صغيرة من الملح. طبعًا الإضافات دي بتطلّع الكيك خفيف كده وفي منتهى الجمال. رايحة أقلّب بقى المواد الجافة، وبعد كده رايحة أركنها على جنب. هابدأ بقى في المواد السائلة، معايا بيضتين بدرجة حرارة المطبخ، هانزل عليهم بنُص كوباية من الزيت، وكوباية إلا ربع كده من السكر. هاضرب الخليط ده كلّه مع بعضه لحد كده ما يتجانس ويبقى خفيف. طبعًا قبل ما أضرب هانزل هنا بمعلقتين من الخل، طبعًا الخل بيساعد على خفية الكيك. بعد ما ضربت البيض مع السكر بالشكل ده، هابدأ أنزل بقى بكوباية من الحليب الدافي. بعد كده بقى رايحة أجيب المواد الجافة ورايحة أنخلها تاني، طبعًا مع الاستمرار في الضرب كده بتنزلي بحبة حبة وأنتِ بتضربي. بعد كده بقى هابدأ أنزل بنُص كوباية من المَيّة الدافية، يعني أخدت مَج ونُص حليب على مَيّة دافية. طبعًا وأنتِ بتضربي ما تضربيش وتكتّري كده في الضرب علشان الكيك ما تطلعش ناشفة منِّك. بالسباتولا كده وبتلمّي الجوانب كده وبتقلّبيها تقليبة علشان لو في دقيق تحت والّا حاجة كُلّه يختلط ببعضه. طبعًا بعد ما خلّصتها بالشكل ده، هابدأ بقى أجيب أي فورمة حابة تستخدميها سواء فناجيل، أطباق، أي فورمة تانية براحتك أنتِ. بتدهنيها مادة دهنية بالشكل ده، وبتبدئي بقى تملي الأطباق. وأنتِ بتملي الطبق امليه تِلته بس، واعملي حساب إن هي لسه رايحة تنفش، وكمان لسه فيه جناش رايحة تحطيه، فاملي تِلت الطبق بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده. بعد بقى ما مليت الأطباق، الخطوة اللي بعد كده جِبت حلة بقى رفعتها على النار، حطيت فيها مَيّة، المَيّة تكون تِلت الطبق أو الفنجان اللي أنتِ هتعملي فيه الكيك. بتخلّي المَيّة تغلي، طبعًا بتضيفي معلقة خل علشان الحلة ما تسوَدّش. حطيت فيها الأطباق وغطيت الحلة كده بفوطة علشان الفوطة تتشرّب البخار ده وما ينزلش على الكيك تاني ويخسّرها. طبعًا بعد 30 دقيقة بتبدئي ترفعي الغطا وتبدئي بقى تختبري الكيك سواء بخلة أو بالشوكة زي ما حضراتكم رايحين تشوفوا بالشكل ده. طبعًا بعد ال30 دقيقة بالضبط كانت استوت وبقت بالجمال ده، من غير ما نستخدم فرن ومن غير أي تعب ولا أي مجهود. شايفين الكيك بسم الله ما شاء الله جميلة جدًا. طبعًا بعد ما خلّصت الأطباق كلّها سِوَى بالشكل ده، هابدأ بقى أعمل الجناش. معايا هنا كوباية إلا ربع من السكر، على كوباية إلا ربع من الحليب، على نُص كوباية من الزيت، على معلقتين كبار كده من الكاكاو الخام، مكعبين شوكولاتة لو متواجد. طبعًا الخليط ده كُلّته ممكن تمسكيه تضربيه في الخلاط لحد ما يتقل، طبعًا ما عدا الشوكولاتة. إنما أنا حابة بقى أغيّر من طعمه ويدّيني طعم أحسن وأحسن، رفعته على نار هادية كده لحد ما ياخد غلوة كده والشوكولاتة تسيح، بيدّيكِ طعم جميل جدًا. وكمان شايفين بسم الله ما شاء الله الكيك هش وجميل، يعني ممكن تاكليه من غير جناش ومن غير أي حاجة. شايفين الكيك هو باين هش كده ومرتفع وفي منتهى الجمال، لا عاوز جناش ولا عاوز أي حاجة. شايفين الجمال. طبعًا بعد ما خرّمت أطباق الكيك دي بالخلة، بتبدئي بقى بالحليب الدافي محلياه تحلية بسيطة كده من السكر، وتبدئي تشرّبي الكيك بالشكل ده. طبعًا بتشرّبيه بيدّيكِ طراوة كده في منتهى الجمال كمان، وبتزيدي كمان من طعمه. بعد الجناش ما غلى أخد غلوة بالشكل ده، بتبدئي بقى تنزلي بيه على الكيك. بعد ما نزلتِ بالجناش بالشكل ده، بتبدئي بقى
تكسري اللون بأي حاجة، ممكن فواكه، أي نوع فواكه تقطّعيه كده وتحطيه على الوش أو شوكولاتة بالشكل ده، حاجة كده بتكسر اللون وبتدّي شكل معاكِ في منتهى الروعة. طواجن كده كيك سهلة وبسيطة من غير فرن ومن غير أي مجهود، وكمان ما بتاخدش معاكِ أي وقت. حبايبي يا رب كده أكون فدتكم بمعلومة، ولو وصلتوا لحد هنا لايك وسلام عليكم.